شايف الرسم البياني اللي قدامك ده سعر سهم انفيديا، وانفجار بعد انفجار لحد ما قيمة الشركة عدت 3 تريليون دولار. طب تخيل معايا كده ان كل ده يعني كان ممكن ما يحصلش. كان ممكن يطلع مشروع واحد من شركة انتل سنة 2008 او 2009 يغير خريطة السوق كله. وكان عندهم مشروع اسمه الاربي جي بي يو، بس فجأة انتل تراجعت كده والمشروع اتلغى والسوق اتساب فاضي لانفيديا 14 سنة كاملة. 14 سنة انفيديا فيها بقت ملك الذكاء الاصطناعي، وانتل قيمتها حوالي 100 مليار دولار بس. القصة دي بقى مش عن شركة، دي عن راجل اتطرد وبعد 12 سنة الشركة نفسها كانت بترجاه علشان يرجع. اسمه بات جي سينجر. مين الراجل ده بقى وليه اتطرد سنة 2009 وليه رجع سنة 2021 رئيس تنفيذي للشركة؟ وايه خطته اللي يا اما هتنقذ انتل يا اما هتخلص عليها؟ خد نفس كده، هات كوبايه القهوه بتاعتك وخلينا نبدا الحكايه. خلينا بقى نرجع بالزمن كده ل 5 مارس 1961 في مدينه بنسلفانيا. اسره ريفيه فقيره شغالين في الزراعة وبس. بات جي سينجر كان متوقع يبقى مزارع بسيط، بس بالصدفة يعني لعبتها معاه وهو عنده 16 سنة. قدم كده بالغلط على منحة في مدرسة تكنولوجيا، والمفاجأة بقى إنه نجح وشاف الكمبيوتر لأول مرة في حياته. ومن هنا اتفتح باب عمره. يعني سنة 1979 أنتل نفسها تيجي تختاره، وأول وظيفة كانت فني مراقبة جودة. وبسرعة الصاروخ وصل لتصميم شرائح 80386 وبعدها 80486 وهو عنده 24 سنة بس. يعني وهو في السن ده قاد فريق 100 مهندس أكبر منه ب20 سنة، والنتيجة معالج فتح عصر ألعاب البي سي. بس هنا يحصل المشهد اللي هيغير كل حاجة. اجتماع كبير في شركة أنتل، بات الشاب يقف وينتقد قرارات تقنية قدام روبرت نويس وجوردن مور وأندي جروف. وبعد أيام التليفون يرن أندي جروف بنفسه على الخط ويقول له حضر إجابتك وتعالى مكتبي. من اللحظة دي بقى الصديق المقرب ليه، وعلاقة دامت 35 سنة معلم وتلميذه. بات جيسينجر طلع بسرعة وبقى أصغر نائب رئيس سنة 2001، وكان ناقصه هدف واحد بس، الرئيس التنفيذي لأنت. الكل كان متوقع له المنصب ده، بس سنة 2005 المنصب يروح لواحد جاي من المبيعات، بول أوتوليني. ومن هنا الصدام بدأ بقى والرؤية اختلفت خالص والضغط يزيد. سنة 2009 بات جيسينجر يسيب أنتل أو يضطر يسيبها بعد 30 سنة كاملة من العمل في الشركة. الصدمة كانت قاتلة بس القصة ما خلصتش. راح شركة اي ام سي وبعدها سي او لشركة في مور. 8 سنين ونص الإيرادات اتضاعفت 3 مرات وحقق نجاح ساحق. وفي نفس الوقت أنتل كانت بتقع سنة ورا سنة لحد 2018 السوق كله يقول أنتل محتاجة منقذ ومفيش اسم اتكرر غير واحد بس، بات جي سينجر. وفعلا كلموه. وفي الأول كده أنتل كانت بتراوغ على يعني منصب أقل، ولكن بات رفض رسم وشم شركة فيمور على إيده. الرسالة واضحة لحد أواخر 2020 كده الاتصال الحقيقي يجي، تعالى سي او وكمان بشروطك. 8 يناير 2021 بات جي سينجر يرجع، بس يرجع لأنتل تانية خالص. شركة متأخرة، مصانع أقدم، منافسين سابقين بسنين. وهنا بقى الخطة تبدأ. المفتاح والتصنيع أحدث آلات في العالم من شركة واحدة بس، ASML. الآلة اللي اسمها هيك NAEUV. سعر الآلة دي 380 مليون دولار. أنتل تحجز 6 آلات، يعني إنتاج سنة كاملة من شركة ASML. الهدف شرائح أقل من 2 نانومتر. كانت مقامرة بس مفيش خيار تاني. بات جيسنجر رتب البيت، راهن بكل حاجة على سنتين 3 جايين. يا إما أنتل ترجع لاعب أساسي تاني يا إما دي تكون النهاية. السؤال بقى ليك أنت يا صديقي، هل شايف إن الرهان ده ذكي ولا متأخر قوي؟ وفي سؤال أخطر بقى، قصة بات جيسنجر فكرتك بمين؟ راجل اتطرد من شركته بعد شغل 30 سنة فيها ورجع اشتغل فيها تاني. وفي البداية أصلا كان مزارع بسيط وقدم بالغلط كده على بار ونجح فيه وبقى شغال في الشركة دي. اكتب لي رأيك في التعليقات، ولو عجبتك الحلقة لايك وتابعني. أنا أحمد يحيى بقدم كل حاجة ليها علاقة بالذكاء الاصطناعي. والسلام عليكم.